ايه رأيك؟ حلوة. اديها لازم تديها رقم. اتفضلي. انا هدوبة. اديها اقل من 10. امم لازم تعملوا كحك يا جماعة في البيت، احلى بكتير. بصوا دايب ازاي، بس انا بوريكم بقى ايه. طعمها حلوة قوي. بجد دايب قوي. بصوا اهو، مكسر كده. تحطوها ما تلاقوهاش في بقكم. بصوا خطير، لازم تجربوه. اعملوه في البيت السنه دي، ما تشتروش من بره. خطير. يلا كوبايه شاي بقى يا جماعه، وانا ايه مع الطبق ده. يلا باي باي. يلا بينا على الطريقه بقى. اول حاجه هجيب كوبايه من الميه الدافيه، حطيت فيها معلقتين صغيرين من السكر ومعلقتين صغيرين من الخميره الفوريه، قلبتهم كويس قوي. وهركن الكوبايه دي لحد ما اظبط الدقيق. هنا عندي كيلو من الدقيق، يعني 7 كوبايات من الدقيق. عليهم برضو معلقتين من السكر، معلقه من الملح، معلقتين صغيرين من ريحه الكحك، وعليهم سمسم زي ما شايفين، ربع كوبايه تقريبا من السمسم، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلب تاني كويس قوي كل المكونات الجافه دي مع بعضها، وضفت حوالي يعني شويه سمسم تانيين. بعدين هضيف قد ايه بقى سمنه الكيلو الدقيق. انا هقول لكم بالكوبايات وبالكيلو. دول خدوا مني 3 كوبايات كبار من السمنه و3 معالق تانيين. 3 كوبايات كبار من السمنه و3 معالق تانيين، يعني تقريبا نص كيلو سمنه على كيلو، او اقل من نص كيلو شويه على كيلو الدقيق. وكيلو الدقيق ده كان كام كوبايه؟ كانوا 7 كوبايات من الدقيق. يبقى كده انت معاكي مقدار بالكيلو ومقدار بالكوبايه. شوفي بقى انت حابه تشتغلي بايه وعلى انهي اساس. نصيحه، لو اول مره اعملي بالكوبايه، واعملي كميه قليله كوبايات دقيق، هياخدوا معاكي كوبايه ونص من السمنه. الدقيق نص سمنه يا جماعه. تمام تمام. هقعد بقى ابس كده كل العجين كده كويس قوي. ابس يعني ايه، ادمج الدقيق مع السمنه الاول كويس قوي. الموضوع متعب بصراحة، ويعني بياخد وقت شوية. لو عجنتك عجان بقى هيلخصلك كل الليلة دي اسرع بصراحة واحسن. امتى احط المية؟ لما احس ان انا اندمجت تقريبا كل كمية الدقيق مع السمنة، هبتدي انزل بقى كده. بصوا الخميرة كانت خلاص اشتغلت، هبتدي ان انا احطها كده بالشكل ده، وارجع اقلب تاني. انا ما ضفتش المعلقتين او ال3 معالق كبار من السمنة تاني الا لما حطيت المية وقلبت كده. مش قلبت يعني، عجنت كده تاني، حسيت ان لا العجينه لسه مفروله، فانا بالتالي محتاجه سمنه. ما بنضيفش ميه يا جماعه، بنضيف للكحك سمنه. قلبتهم كويس قوي زي ما انتم شايفين. العجينه خلاص كله اتلم، كله بقى كويس قوي. بختبرها ازاي؟ باخد حته صغيره من العجينه، اعملها بايدي كوره. لو ما شققتش يبقى انا كده تمام، كده المقدار ده تمام. بصوا كده اهو. هاخد حته كده من العجينه وابتدي ان انا اشكلها اهو. دوست عليها ما شققتش من الجناب ولا اي حاجه، يبقى كده احنا في التمام. كده خلاص ركنت العجينه وابتدي بقى ايه اشكلها. كده ولعت الفرن على درجه حراره هاديه خالص. لو عندك الفرن بالارقام يبقى 170 ل 180، لو لا يبقى هدي على قد ما تقدري. تمام. هبتدي ان انا اشكل كل كميه العجين. في المرحله دي بقى يا جماعه، اللي عايز يعمله محشي يحط جواه بقى اي حشو انتوا عايزينه، عجوه بقى، ملبن، مكسرات، اللي انتوا عايزينه. بس انا بحب ساده بالسكر فقط لا غير. بس ابتدي بقى انقش. لو عندك منقاش تمام، بالبصمات دي احسن واسرع بكتير بصراحه من المنقاش. المنقاش بياخد وقت، دي احسن واسرع بصوا بكتير. وفي منها بقى اشكال كتير، بس ده اكتر شكل بحبه بصراحه. تمام. هخلص كل الكميه، عذرا بس البوتاجاز مبهدل شويه. وزي ما قلت لكم الفرن كان شغال عندي على الهادي. طيب بيقعد قد ايه في الفرن؟ بيقعد يا جماعه 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق. لقيتي من تحت خد لون، خلاص ما طلعش شوايه. الكحك مش بيطلع له شوايه. بنطفي عليه ونطلعه. حسيتيه طار شويه، سيبيه، هو استوى. سيبيه وهو هيهدى، وما تحركيهوش خالص غير لما يبرد تماما. يبرد خالص. بصوا اللون، هو ده اللون. يبرد تماما، وابتدي بقى ايه اتعاملي معاه بقى. تمام. يا رب اكون قلت كل المعلومات عشان تعملوا الكحك في البيت يا جماعه، بجد خطير واحلى بكتير. طب بالنسبه للسمنه نستخدم نوع ايه؟ براحتكم والله يا جماعه. عايزين تستخدموا بلدي تمام، عايزين نص ونص تمام. طب ايه احسن واحده من اللي هي مش بلدي؟
كريستال حلوة جدا، انا ارشح كريستال. بس باي باي.